عندك حاجه تقولها؟ انت عندك حاجه تقولها؟ مش هتلاقي. عارف ليه مش هتلاقي؟ لان باختصار ده الاهلي، ودي المره السابعه اللي نحاول فيها وما نوصلش النهائي. انا عايز اعرف الفكره في نص النهائي اللي بنوصل له وما بنعرفش نعمل فيه اي حاجه. ده الاهلي للمره السابعه في تاريخه بيصل لولا حاجه. النادي الاهلي النهارده ضيع اسهل ماتش في تاريخه في تاريخ كاس العالم، استحواذ كامل طول ال 120 دقيقه ما استفدناش بيهم ولا هجمه. الهجمه الوحيده اللي اتقال عليها خطر هي هجمه كهربا الفاشل اللي ضيعها. خدنا على قد عقلي معلش. قول لي ليه كولر في توقيت زي ده يطلع اسامه ابو علي وينزل كهربا؟ ايه الفايده في كهربا؟ كهربا ده بيعمل ايه يعني؟ مخترع الضرب؟ هل هو احسن من وسام؟ هل هو عمل حاجه او بيعمل حاجه احنا مش شايفينها بعد التغييرات اللي شفناها من كولر؟ انا كنت بتمنى ان كولر ما ينزلش اي حد تاني. خلاص انا اكتفيت على كده. انا عايز القايمه او انا عايز التشكيله اللي بتلعب في الماتش. خلاص كفايه على كده. احنا فقدنا كل الخطوره بعد خروج اسامه ابو علي. مفيش اي هجمه الاهلي هتيجي وانت عندك امل ان هي تتسجل اساسا، لان كهربا هو المهاجم بتاعك. مباراه كادت ان تكون اسطوريه قسما بالله. شوط اول مفيش احسن من كده. استحواذ على الكوره، هدوء على الكوره، اللعيبه كلها بتقدم بشكل ممتاز. اي حد من لاعبي النادي الاهلي كان بيلمس الكوره، بس بيلمسها كده كان بيوريك متعه وسحر وجمال وامتاع. وبص كل حاجه انت عايزها بالكوره كان بيعملها. على اي اساس التبديلات اللي حصلت؟ تعال قول لي انت نزلت خالد عبد الفتاح ليه؟ هل يحيى عطيه الله كان مصاب؟ طب بلاش دي يعني، سيبك ممكن يكون يحيى عطيه الله مصاب واحنا ظالمينك يا سيدي. طلعت وسام ابو علي ليه؟ ليه وسام ابو علي يخرج؟ الواد عيط، الواد كان قاعد على الدكه مش مصدق ان هو خرج. بيقول ليه؟ يعني ليه هنا؟ ليه وسام ابو علي يخرج فعلا؟ كلنا بنسال ليه وسام ابو علي بيخرج. لكن انت تتخيل يا كابتن ان الاهلي طول الشوط الاول ما فقدش الكره غير 3 4 مرات اساسا، والفريق ما كانش عارف يشوف الشناوي. كولر يعمل ايه بقى؟ الفريق اللي قدامه صعب عليه. احنا مش هنفضل ضاغطين عليه كده يا جماعه، احنا لازم نديله فرصه يعمل اي حاجه. نشيل وسام ابو علي اللي عامل لهم قلق ده ونرميه بره، حتى طاهر اللي كان عامل قلق برضه ونرميه بره عشان ضيع هجمه. اعمل لي بقى الحنكشه بتاعتك دي ورجع امام ورا ونزل قفشه لعبه ورا برضه هو كمان من الدقيقه 50. وانا عارف ان احنا خلاص مش هنكسب الماتش ده. ليه بقى؟ لان خلاص انا شفت خرف قلب الملعب من مارسيل كولر. المعلق كان عمال يقول ايه؟ هو اللي سايق، سيبه بقى عشان هو اللي سايق وهو اللي شايف وهو اللي هيدير وهو اللي هيعمل كل حاجه وهو اللي هيشيل في الاخر. اهو شال بس على حسابنا احنا وعلى حساب خسارتنا وعلى حساب اعصابنا. دي افضل مباراه عملها الاهلي من سنين في كاس العالم. فين بقى اللي احنا عملناه؟ فين النتيجه؟ احنا عايزين نحصد اللي احنا بنعمله ده بالشكل ده. احنا في كاس العالم هنخرج من دور المجموعات نفسها. فاهم؟ احنا مش احنا هنطلع حصاله. شاطوا ضربه الجزاء الاولى وضيعوها، شاطوا الثانيه وضيعوها، احنا شوطنا 3 سجلناهم. الله اكبر. بقى مين بقى يشيل الليله دي كلها ويلبس التاج في الاخر عشان يبقى هو بطل الليله دي كلها وهو احسن واحد في الماتش وهو عامل كل حاجه وهو المسدد الاول لركلات الجزاء في النادي الاهلي؟ هاتوا بقى يا جماعه عشان ايه؟ يتوج بالبطوله، يمسك البطوله كده فاهم، يقول لها انت بتاعتي فاهم، احنا نشيله كده ونهشكه بقى ونعمل له كل حاجه عشان هو رجل المباراه. مين بقى يا عم الحاج؟ فكر معايا، فكر معايا. كهربا. يعجز اللسان عن الكلام اقسم بالله. يعني فين الكلام اللي انا هقوله لما الاقي ان كهربا هو بقى اللي هيجيب الهدف الاخير في ركلات الجزاء بقى وهنتوج بكل حاجه؟ من اي ناحيه او من اي اتجاه جالك الثقه ان كهربا هو اللي يعمل كده؟ هل كهربا هو احسن واحد بيسجل ركلات جزاء في الاهلي؟ لا. هل كهربا هو المهاجم الاساسي النادي الاهلي؟ لا. هل كهربا عامل ماتش خيالي فيستحق ان هو يبقى المتوج بالبطوله؟ لا. طب كهربا بيعمل ايه بقى؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه حرفيا. هو نازل يشلنا ومارسيل كولر بيطلع وسام ابو علي من الدقيقه 50 عشان يلعب كهربا اللي هيضيع لنا بقى ضربه الجزاء الاخيره اللي هيخلينا بقى ايه؟ خلاص احنا لبسنا كلنا مع تضييع اول ضربتين جزاء ليهم. بقى خلاص بقى انا خدت نفسي، شربت شويه ميه، قعدت افكر بقى هنقابل ريال مدريد ازاي. لا حول ولا قوه. اقسم بالله انا قعدت افكر في الكلام اللي هقوله في الفيديو واقول ان دي اسهل مباراه عملها الاهلي في تاريخه في كاس العالم. والفريق كان عنيد شويتين او مش كان عنيد، احنا اللي كنا اغبياء، كنا جامدين جدا لكن ما كناش عارفين ننهي الفرص. فيعني ايه، خلصت بضربات الجزاء. ولكن الماتش ده كان اسهل ماتش في تاريخ الاهلي، وكنت هطلع بقى واتريق واحفل واعمل وهطبق بقى على خطط واقعد اقول بقى كيف يواجه الاهلي ريال مدريد بقى، وافكر بقى هنمسك امبابي ازاي وبيلينجهام ازاي والكلام ده كله، واطلع اقول كمان ريال مدريد ان مش ده الاهلي اللي انتوا قابلتوه من سنتين. كهربا ثانك يو والله. انا مش عارف اقول لك ايه يعني. وسام ابو علي لو كان مكانك ما كانش هيعمل الفرصه اللي انت عملتها دي والله. انت فعلا عملت فيها كل حاجه يعني. انت عملت كل حاجه وقتلت على الكوره. مش حظك يا ابني، مش حظك، انت مش يومك ولا حاجه. بس عايز اعرف فين يومك؟ انت يومك ده هيجي سنه كام لنا؟ يعني قول لنا عشان نفضل مثلا ايه هنسيب الكهرباء، ولا احنا يعني كنادي اهلي يعني مش عايزين نعترف بالفضيحه ونعترف ان احنا لبسنا كهرباء فبنلعبه او سايبينه في النادي الاهلي لحد دلوقتي عشان ما نعترفش ان كهرباء طلع خازوق مكان كبير جدا يا جماعه، بس احنا مش عايزين نعترف عشان جمهور الزمالك ما يحفلش علينا. كان نفسي اول فيديو كبير انزله يبقى احتفال بفوز الاهلي التاريخي وان الفريق اللي قصادنا كان فريق عيان جدا وما كانش بمستوى النادي الاهلي. لكن في الحقيقه ان احنا ما كناش بمستوى النادي الاهلي، يعني الاهلي نفسه هو اللي ضيع نفسه. بس كده، انا ما عنديش كلام اقوله. لو قلت كلام تاني هيطلع الفاظ خارجه ما ينفعش اقولها واخد عليها كوبي رايت وخلاص بقى، واخد عليها حظر والقناه تتقفل من قبل ما تبدا. فخلاص شكرا.
اعملوا لايك وشير وسبسكرايب بقى، ويعني اعمل اي حاجه، يعني دي البدايه. اقول لك ما تعملش اي حاجه، وقتش فرق خلاص. اشوفكم الحلقه الجايه في نهائي كاس الانتر كونتيننتال بين ريال مدريد وشكشوكا المكسيكي. سلام.